السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب تكون قناة خفيفة على قلوبكم. تعالوا معايا عشان هوريكم أحلى حواوشي هنعمله النهاردة مع بعض. أكلة كده تقريبا كلنا، يعني مفيش حد ما بيحبهاش، كلنا بنعشقها وبنموت فيها. وهعملها لكم بتركاية كده عرفتها من قناة من القنوات، طلعت تحفة. اما جربتها قلت لازم أعملها معاكم. قلبت ريحة البيت وقلبت الدنيا أكني فاتحة محل حواوشي. نقول بسم الله وتعالي هنشوف نعمل ايه مع بعض. أنا دايما بجيب كيلو اللحمة مفرومة، بتلته بخليه على 3 كيس. جبت منهم كيس يعني تلت كيلو لحمة مفرومة، قدهم بصل بالوزن كده برضو تقريبا تلت، ودي فلفل احمر عندي مفروم متفرز، فلفل اخضر، ونص طماطمايه. البهارات بتاعتنا هتبقى فلفل اسود، كمون، كزبره، بهارات حواوشي، ملح. بس كده. التركايه بقى خليكي معايا لاخر الفيديو وانتي هتشوفيها. بس اشتركي في القناه، واللي ما عملش لايك يا جماعه يعمل لايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. احنا فرمنا البصل والفلفل والطماطم مع بعض في الكبة زي ما انتوا شايفين. هنزل بنص الكمية دي على اللحمة المفرومة، ونص الكمية التانية هي دي التركاية. اصبري بقى وشوفي هنعمل فيها ايه، دي اللي هتخليلك الحواوشي في حتة تانية. نحط البهارات بتاعتنا: ملح، كزبرة، كمون، فلفل اسود، وبهارات حواوشي. بس كده، مفيش اي حاجة تاني. تعالي بقى معايا اوريكي التركاية التحفة دي. انا معايا حتة سمنة على شوية زيت ايا كان بقى، نباتي بلدي اللي يريحك. هحط عليها بقية كمية البصل، اديها تشويحة حلوة على النار. ومعايا بهارات لحمة هحط منها على البصل ده بس اما يدبل شوية. انا حطيت بعد ما دبل شوية بهارات لحمة، مش بهارات حواوشي، بهارات لحمة. اديها تشويحة حلوة قوي على النار. تمام، لحد ما ريحة البهارات بالبصل تطلع. وبعد كده هضيف كمية البصل دي اللي احنا دبلناها على النار على اللحمة المفرومة بالخضار الني اللي احنا كنا حاطينه. هي دي التركاية، جربيها وان شاء الله في الكومنتات هتدعيلي. اعجن كويس قوي اللحمة المفرومة بالخضار، وده عيش عندي بلدي عادي جدا. الرغيف كبير، بسم الله الله اكبر. بفتح فتحة من جنب الرغيف، ما بقطعش من الرغيف خالص، لا بفتح فتحة كده. تمام، على قد ما ايدي تدخل بالحشو بتاع اللحمة المفرومة. تمام، هحشي الرغيف بتاعنا بكمية من اللحمة المفرومة على قد ما انتي عايزة، كتيرة قليلة بقى براحتك. انا بعملها وسط، لا بكتر زيادة عن اللزوم ولا بقلل زيادة عن اللزوم. بسم الله ما شاء الله، كمية اللحمة المفرومة اللي هو التلت ده عمل معايا 7 ترغفة كبار حواوشي، 7 ترغفة. والرغيف بسم الله ما شاء الله مليان. 4 5 6 7، 7 ترغفة. تمام، أنا معايا صينية هتدخلها الفرن. هنزل بسمنة على شوية زيت في أرضية الصينية، هرصص في قلبها الحواوشي بتاعنا. بسم الله الله أكبر. العيش بتاعنا تحفة. في ناس طبعا بتجيبه نص سوا من الفرن يا جماعة، انا ما اعرفش، عادي يعني. انا نص سوا احمر
برضو بينفع وهيطلع نتيجته تحفة في الآخر. وادهن وش العيش سمنة، أنا دهنيه سمنة بلدي. في ناس بتقولك بقى ليا دهن الكلام ده، ما عنديش بصراحة، فحطيت سمنة على الوش. هندخل بيها الفرن مع بعض. تمام. وهنقشر شوية بطاطس ونحمر طبق بطاطس كده جنب أكلتنا التحفة دي لحد ما الحواوشي بتاعنا يطلع من الفرن. الحواوشي بتاعنا طلع من الفرن، الريحة قلب البيت بطريقة مش طبيعية، أكني عندي محل حواوشي. تحفة والله، فعلا تسلم ايدك يا اللي خدت منك الفكرة. تحفة تحفة تحفة، فعلا طريقة روعة، جربوها والله ما هتندموا. اللحمة طعمها يجنن. ألف هنا.